السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناه مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هنعمل مع بعض قرص اللحي حلو جدا، طريه دي حلو جدا. وبصوا هنخلوها كده غنيه، تشربوا بيها شاي، تشربوا بيها الصبح شاي بلبن، تاكلوها كده لو في مثلا حد فيكم مستعجل او جعان، او مثلا عايز يروح الشغل ياخد معاه حاجه. بصوا هي تصبيره في اي وقت وفي اي مكان هتاخدوها معاكم، هتسد معاكم باكو. هنعمل ايه مع بعض؟ انا معايا هنا مبدئيا اول حاجه كيلو دقيق نخله كويس جدا، وحاطه عليه رشه ذره ملح. ومعايا هنا بصوا اهي على طرف المعلقه كده صغيره بيكنج باودر، تمام. ومعايا معلقتين سكر كبار هحط عليهم، هحطهم على الدقيق. معلقتين سكر كبار اهو، الواحد ادي اتنين اهو، معلقتين سكر كبار. ومعايا ايه بقى؟ هحط ايه تاني؟ وبصوا بقى معايا هنا ايه، انا معايا الخميره بتاعتي دي اهي. بصوا قبه وجميله ومختمره ازاي، جميله جدا. ده كيس خميره انا حاطه في نص كوبايه ميه. بصوا الخمر بتاعها عامل ازاي، وحط عليها معلقه سكر. بختبر الخميره بتاعتي بالطريقه دي قبل ما بشتغل بيها. بنحطها في نص كوبايه ميه، نحط عليها معلقه سكر، وبنسيبها قيمه دقيقه كده. بصوا الشكل اللي انا وريته لكم ده بالظبط كده كان بقالها دقيقه ونص. وهنحط ايه كمان معانا؟ هنحط معانا هنا دي نص، هنا هي كوبايه زبده متسيحه، يعني انا سايباها كده بدرجه حراره المطبخ عشان تبقى سايحه معايا زي ما انتم شايفين كده. بصوا عايزين تحطوا عايزين تحطوا سمنه على زيت حطوا، عايزين تحطوا زبده زي ما انا ما حطيت كده حطوا. طبعا الزبده هتطعمها كويس قوي وهتخلي طعمها حلو جدا. ومعايا كمان بصوا دي معلقه كبيره اهي، دي قشطه من على وش اللبن. انا مش عايزه اكتر من كده لان انا طبعا عاملاها بزبده. بصوا كمان بقى معايا المكون التاني بقى اللي هيخليها معانا طريه وحلوه جدا وهتبقى هشه طعمها تحفه غني جدا. بصوا ده ده نص كيلو لبن رايب. ده نص كيلو لبن رايب. لبن رايب ده بنجيبه من عند الفلاحه اهو، هنحط كله. لا اما لو احنا ما عندناش لبن رايب عند مش عارفين نجيبه يعني من الفلاحه، هنعمل ايه مكانه؟ هنجيب نص كيلو لبن. لو احنا مستعجلين نحط عليه معلقه خل، هنلاقيه راب معانا وبقى اللبن رايب معانا زي ما انتم شايفين. لو احنا مش مستعجلين ومش عايزين نعمله دلوقتي او نعجن دلوقتي الخميره بتاعتنا، العجينه بتاعتنا، هنعمل هنسيبه كمان مثلا يعني كمان ساعتين كده على الرخامه في الحر اللي احنا فيه ده. فبالحر اللي احنا فيه ده بقى هنخليه هنخليه على الرخامه لحد ما يروب معانا طبيعي. هيروب معانا طبيعي، هيعمل قشطه على الوش. هناخد القشطه بتاعتنا اللي على الوش ديت هنعجن بيها العجينه بتاعتنا، وهنعجن بيه هو كمان. كويس جدا اهي. لو احتاجت معانا ميه بقى عشان نلم العجينه بتاعتنا، وزي ما قلت لكم لو انتم مستعجلين على اللبن اللي هو الرايب هتحطوا عليه معلقه خل هتلاقوه راب في ساعه. لو مش مستعجلين هتسيبوه على الرخامه لحد ما يروب طبيعي منه فيه في الحر اللي احنا فيه ده ساعتين، وبعد كده هيروب. هيطلع بقى على الوش قشطه. القشطه دي يا جماعه حلوه جدا، ما ترموهاش، دي قشطه فلاحي اصلي. هناخد القشطه الفلاحي ديت هنعجن برده بيها العجينه بتاعتنا دي او القراص بتاعتنا دي مع اللبن. هتبقى حلوه جدا. هلمي بقى انا العجينه بتاعتي وهعجنها وهزودها شويه ميه بسيطه قوي كده عشان خاطر تلمي معايا، وهرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه اهي، بصوا انا عجنتها، بصوا بقت طريه جميله، وبصوا اتلمت كلها في حته واحده اهي. بصوا الطبق اللي بعجن فيه نضيف ازاي، زي القشطه مفيهوش اي علاقه ولا حاجه. بصوا العجينه غلبان، بصوا طريه ازاي اهي. بصوا طريه جدا، بتلزق على خفيف. انا عايزاها تلزق كده على خفيف اهي. لما تبقى العجينه معاكي بتلزق كده على خفيف هتعرفي ان انتي كده عجينتك ناجحه، واي حاجه هتعمليها هتلاقيها طريه وهتلاقيها معاكي زي السفنج اهي. بصوا هكورها بقى انا كور وهحطها دلوقتي في الصاج وهوريها لكم لما اجي اخبزها واقول لكم هنعمل بقى فيها ايه.
بقى حبيبي معايا صاج اهو. انا جبت الصاج بتاعي اللي هخبز فيه القرص بتاعتي اهي. دهنته دهنة زيت على خفيف قوي، هو ما بيلزقش بس انا احتياطا يعني ان هو يلزق. دهنته دهنة زيت. بصوا كرت القرص بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهي. وهسيبها بقى يعني هخلص كل الكميه، وبعد ما اخلص كل الكميه هبططها على خفيف وهسيبها تخمر في قلب الصاج بتاعها. وبعد كده هقول لكم بقى هندهن على وشها ايه وهندخلها الفرن على درجه حراره كام. بصوا بقى يا حبايبي الكميه بتاعتي اهي، اللهم صل على النبي اللهم بارك. بصوا عامله ازاي اهي. بصوا دي الكميه كلها اللي انا عملتها اهي. بصوا انا سايباها بتخمر. بصوا شكلها عامل ازاي، بتخمر، ريحتها حلوه جدا. وبصوا مش قادره اقول لكم يعني هي لسه اصلا ما اتخبزتش وريحتها قلبة الدنيا يعني. بصوا الخمر بتاعها حلو جدا اهي. بصوا دي الكميه بتاعتي اللي انا عملتها ما شاء الله اللهم صل على النبي. عملت كام قرصه بالظبط؟ عملت 42 قرصه بالظبط. ده من كيلو دقيق. هقول لكم تاني المقادير بتاعتها واحنا شغالين. بس انا هسيبها بقى يعني نكمل التخمير بتاعها يعني حوالي نص ساعه تاني. انا كده سايباها بقالي حوالي ربع ساعه، هسيبها نص ساعه تاني تخمر، عشان كل ما تسيبي المخبوزات بتاعتك وبالذات القرص تخمر كل ما تاخدي نتيجه حلوه في الخبز بتاعها. هتلاقيها طالعه معاكي طريه وهشه كده، بتبقى حلوه قوي من جوه. وهوريها لكم لما طبعا تستوي، وهقول لكم دلوقتي هنحط عليها ايه وهندهن الوش بتاعها ايه، وهقول لكم دلوقتي المقادير كمان بتاعتها اهو. بصوا بقى يا حبايبي هندهن ايه على الوش بتاعها. انا معايا هنا شويه لبن من على يعني لبن حليب اللي هو الجاموسي العادي اهو. بصوا انا ما بدهنش المخبوزات بتاعتي اي حاجه غير لبن بس اهو. هدهن كده على وشها لبن. طبعا ما بحبش احط البيض عشان البيض بيبقى فيه ريحه زفاره كده، ما بحبهاش وبتبقى ريحتها مش مستحبه يعني، فما بحبهاش. وعايزين تحطوا كمان عليها قهوه سريعه الذوبان اللي هو النسكافيه، ممكن تحطوا عليها. انا بصراحه ما بحطش اي حاجه. وممكن برضو تحطوا عليها معلقه عسل ابيض او عسل اسود، هيديها لمعه حلوه برضو قوي اهي. بصوا انا هنا بقى كلها كده هدهن الوش بتاعها كده زي ما انتم شايفين. وهحط لها كمان سمسم على الوش. عايزين تحطوا مش عايزين تحطوا ما تحطوش اهي. بس طبعا كل ما بنحط الحاجه يعني بنضيف لها اضافه جديده زي السمسم لبن زبده الحاجات دي بتديها قيمه غذائيه اعلى اهي اهو. بصوا بقى دهنت لها كمان، حطيت لها كمان اسفه معلش اهي، حطيت لها السمسم بتاعها اهو. وهنحط التانيين برضو عليهم السمسم بتاعهم واللبن. هندي من الوش بتاعهم اهي. الصينيه الصغنطوطه دي نعملها احنا شغالين كده مع بعض. اقول لكم طبعا المقادير تاني. هنقول بقى المقادير ايه تاني عباره عن ايه. حطينا كيلو دقيق، حطينا عليه ربع كيلو زبده او نص كوبايه زبده، وحطينا عليه اللهم صل على النبي نص كيلو لبن رايب، وحطينا عليه كيس خميره، وحطينا عليه ذره ملح، وحطينا معلقتين سكر كبار، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وحطينا عليها طبعا ربع كيلو السمنه اللي هو نص كوبايه اللي انا قلت لكم عليه في الاول خالص. وحطينا كمان عليها معلقه قشطه كبيره من بتاعه اللبن اللي هو وش اللبن، وعجناها لحد ما لمت حلو كويس. وبقت العجانه بتاعتي او البوله بتاعتي اللي بعجن فيها نظيفه وما فيهاش اي حاجه. وعجنتها بشويه ميه يعني لميت العجينه بتاعتي بشويه ميه، وكورتها زي ما انتم شايفين كده اهي. وسبتها تخمر في قلب الصينيه بتاعتها. ورحت رشه على وشها دهنتها لبن، ورحت حاطه سمسم زي ما انتم شايفين اهو. هسيبها بقى تخمر زي ما قلت لكم نص ساعه تاني، وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 200. المخبوزات لما بتدخليها على درجه حراره عاليه بتديكي نتيجه حلوه في الخبز وبتستوي معاكي بسرعه وبتطلع هشه معاكي. الفرن بتاعك بيشتغل من فوق ومن تحت هتشغلي، بيشتغل من تحت بس هتشغلي من تحت بس لحد ما تمر من وراها، وبعد كده تشغلي الشوايه تديها تحميره على الوش. بيشتغل الاثنين. اتكلي على الله وحطيها في الرف الوسطاني وشغلي فوق تحت. انا هعمل الفرن دي بيشتغل فوق وتحت، فهدخلها على الفرن على درجه حراره 200 وهسيبها لحد ما تستوي خالص وتبقى معايا واخده لون من فوق ومن تحت، وهوريها لكم بقى لما تطلع. بصوا بيبي انا بخبزها اهي في الفرن. بصوا عامله ازاي، بصوا اللهم صل على النبي. بصوا لونها، بصوا شايفين تحفه. بصوا اللون جميله قوي اهي. هتطلع بقى خالص يعني فاضل لها حوالي دقيقتين 3 كده هطلعها وهوريها لكم.
بصوا بقى يا حبايبي اهي طلعت اهي اللهم بارك. بصوا عامله ازاي. بس انا اول ما بطلعها كده بغطيها باي حاجه عشان خاطر ايه، بفوطه كده نضيفه عشان خاطر ايه تفضل طريه وحلوه. بصوا شكلها، بصوا الظهر زي الوش. بصوا عامله ازاي جميله جدا اهي. بصوا عشان سخنه بس مش عارفه امسكها، لسه طالعه حالا اهي. بصوا ظهرها حلوه جدا. بصوا اللهم بارك، مش عارفه امسكها سخنه. بصوا بقى باجي اللهم بارك الصينيتين التانيين. بصوا عاملين ازاي اهم في الفرن، هم لسه ما احمرلوش وشهم بس هم ايه بيتخبزوا بقى. بصوا قابلين ازاي وجمال، حلوه جدا وريحتها قلبة الدنيا، ريحتها جميله قوي. بصوا بقى، بصوا الجمال تحفه. بصوا لونها عامل ازاي جميله قوي وطريه وهشه وتحفه. هوريها لكم دلوقتي، ماسكه همسك لكم واحده كده اوريها لكم. بصوا تحفه. بصوا التحمير بتاعها، اللبن لما بتحطوه على وش المخبوزات بيدي نتيجه حلوه جدا في التحمير، وما بتحسيش باي ريحه زفره طبعا عشان مفيش بيض. بصوا اهي تحفه، لسه طالعه حالا سخنه مولعه. بصوا عامله ازاي. بصوا الظهر بتاعها، بصوا. بصوا دول برضو هنا، بصوا ظهرها. بصوا عامله ازاي اهي. بصوا اهي. بصوا بصوا طريه جدا اهي، قطنيه خالص. بصوا بصوا حاجه كده نضيفه ومغذيه جدا طبعا عشان عاملينها بالزبده اهي. بصوا وانضف من بتاعه الشارع بمراحل. بس مش عارفه اطلع من النوجه من بتاع عشان سخنه او مش عارفه امسكها. عايزه احاول اقطع لكم واحده. بصوا ظهرها، بصوا ظهرها. بصوا تحفه. بصوا يعني ما خدتش بالظبط في الفرن ربع ساعه اهي. انا عايزه امسك لكم كده واحده اقطعها لكم، ثواني هوريها لكم. بصوا بصوا عامله ازاي. بصوا التوريقه بتاعتها من جوه، بصوا الفرغات تحفه. بصوا طريه ازاي، طريه. بصوا اهي حاجه كده نضيفه جدا وفي البيت اهي. بصوا بصوا اكنكم ماسكين سفنجه. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي من جوه تحفه. حاجه كده يعني زي ما بيقولوا ايه، فاخر من الاخر. بصوا يا جماعه، انا بحب المخبوزات جدا وبحب اعملها جدا وبحب ان انا اقف يعني افنن كده فيها. ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات كتير حلوه مع بعض. هنعمل مع بعض دوناتس، وهنعمل سينابون، وهنعمل بسكوت، وهنعمل كحك العيد. هعمل لكم حاجات كتيره ان شاء الله الايام الجايه دي باذن الله. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. لو عجبكم متنسوش طبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل، وطبعا تعملوا لايك للفيديو وتدعوا لي دعوه من حلوه من قلبكم. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعت النهارده. القرص دي حلوه جدا جدا جدا، ممكن تحفظيها كمان في الفريزر. ازاي تسيبيها لما تبرد خالص. وطبعا انا هغطيها دلوقتي بفوطه عشان خاطر تفضل طريه كده زي ما هي طريه زي ما انتوا شفتوها كده معايا. وتفضلوا سايبينها كده لحد ما تبرد خالص وتعبوها في اكياس وتحطوها في الفريزر. هتعوزوا تاخدوا منها هتطلعوا الكيس على قد ما هتاكلوا وتسيبوه شويه، او لو عندك ميكروويف تديله يعني لفه كده في الميكروويف على حوالي يعني 60 ثانيه مثلا. هتلاقوها فكت معاكم وهتبقى اكنك لسه خبزها دلوقتي حالا. طبعا تصحي بقى الصبح اعملي شاي بلبن انت والولاد تقعدوا تفطروا بيها. بالليل مثلا تروحوا عاملينها كده وتقعدوا تنقنقوا كده فيها بحته جبنه. انا مش حاطه لها اي حاجه ولا حشيها سكر ولا حشيها عجوه ولا حاطه لها جبنه. انا عاملاها ساده عشان لو هناكلها بجبنه مثلا واحنا جعانين كده بالليل قاعدين ننقنق كده فيها، تغمسيها كده بالجبنه كوبايه شاي ساده او كوبايه شاي بلبن بتبقى تحفه. راحه مصيف عايزه تاخديها معاكي برضو تفطروا بيها الصبح بتبقى حلوه جدا في المصايف. خارجه رايحه النادي راحتي للولاد منها وهم رايحين المدرسه حلوه جدا جدا جدا. بصوا انا طول المدارس بفنن كده مع المطبخ، يعني بقعد كده انا والمطبخ كده وحاجتي، واقعد كده اطلع حاجات كده حلوه لاولادي واعمل لهم يروحوا المدارس والحضانات بيها. فاتمنى بقى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم وتعملوها زي ما قلت لكم بالمقادير كده بالظبط. وهوريها لكم بقى ايه، يعني هوريها لكم كده هجمع لكم الفيديو كده في ايه في كام حاجه كده ان انتوا ايه يعني تشوفوا مراحلها كده وانا بعملها. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل وتعملوا لايك للفيديو. واتمنى ان انتوا يعني تجربوها، واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه.